بيبدأ مسلسلنا النهارده ببطلنا تينج، وده يبقى الرئيس التنفيذي لمجموعة هو، وبيكون داخل الفندق بتاعه والإعلاميين متجمعين حواليه، وبيسألوا واحد منهم هو ليه ما اتجوزش لحد دلوقتي. فبطلنا بيفتكر السنة اللي توفى فيها أبوه وأمه في حادثة عربية، والكلام ده كان وهو لسه في المدرسة الثانوي، وساعتها اللي بتقدر تخرجه من حالة الحزن اللي هو فيها كانت بطلتنا تشان. وبنرجع للوقت الحالي لما بتظهر موظفة الاستقبال من الفندق وبتكون بتتكلم في التليفون، ولما بطلنا بيركز في شكلها بيعرف إنها حبيبة الدراسة تشان. في نفس اللحظة دي عامل من عمال النظافة بيخبطها بطريق الغلط، وتشين كانت هتقع ولكن بطلنا بيجري عليها وبيمسكها بين ايديه وبيقرب منها من غير ما يقصد. وطبعا الاعلاميين ما بيصدقوا وبيصوروهم في الوضع الرومانسي ده. فبطلنا بيترجى تشين توافق تتجوزه انقاذا للموقف علشان مجموعه هو على وشك طرح اسهمها للاكتتاب العام، والصوره دي هتاثر على سعر السهم. فبطلتنا بتوافق تتجوزه حلا للمشاكل، وفعلا تاني يوم ابطالنا بيروحوا يسجلوا جوازهم رسمي، وتشين بتكون مستغربه من اللي بيحصل لها ده. اما تينج فبيكتشف ان حبيبته مش فاكراه خالص وبيطلب منها تعيش معاه في بيته، وبطلتنا بتوافق بس بتعرفه انهم هينفصلوا بعد الاكتتاب العام ما يخلص. وبعدها بطلنا بيطلب من المساعد شو يبعت هدايا الخطوبه لبيت عيله مراته علشان يعرفهم ميعاد الزفاف، وبيكون ناوي ما يسيبهاش تبعد عنه خالص. وفي بيت تشين بنعرف ان ابوها مات وان امها اتجوزت الشخص ده واللي اسمه لين، وعندهم بنت تانية اسمها ياو. المهم ان لما بطلتنا بتوصل البيت جوز امها بيعرفها انه حدد لها ميعاد مدبر مع جارهم تشاو. فبطلتنا بتقول له انها اتجوزت وممكن يجوزوا بنته الغاليه ياو. ووقتها بيوصل مساعد بطلنا ومعاه الهدايا لبيت بطلتنا وبيعرفهم ان الزفاف هيكون الشهر الجاي. فالحربايه وامها بيفهموا بالغلط ان الهدايا دي ليها وان الرئيس تينج هيتجوز الحربايه ياو. وساعتها الام الغبيه بتطرد تشين من البيت وبتقول لها تروح لجوزها المسكين ويا ريت ما تشوفش وشها تاني. فبطلتنا بتاخد شنطتها وبتمشي، ولما تشين بتطلع تتفرج على البيت بتفتح باب الحمام بالغلط وتينج بيشدها لجوه وبتحصل بينهم تجاوزات، ولكن تليفونها بيرن فبتخرج بسرعه. وتاني يوم بتوصل تشين للفندق وزمايلها بيكونوا واقفين يتفرجوا على صوره الرئيس التنفيذي وحبيبته اللي هي بطلتنا، ونازلين حسد في البنت اللي هتتجوز راجل وسيم وكمان غني. والصوره بتكون من الجنب ووش البنت مش واضح، والبنات بيفكروا يا ترى العروسه دي تبقى مين. وتشين بتقول في سرها الحمد لله ان وشها مش واضح في الصوره علشان هي مش عايزاهم يعرفوا انها مرات الرئيس التنفيذي. وقتها زمايلها والمشرفه جاو بيبصوا لها فبتحس انهم اكتشفوا الحكايه، ولكن ربنا بيستر والمشرفه بتمشي من جنبها وكمان بتبعدها من طريقها وبتروح تسلم على السكرتيره ياو اخت بطلتنا وبتفتكر انها مرات الرئيس التنفيذي تينج. وطبعا السكرتيره بتسوق فيها وبتعرفهم ان خطيبها تينج بعت لها هدايا الجواز امبارح وحدد ميعاد الزفاف وان الزفاف هيكون بعد شهر. وبتفضل المشرفه طبعا تطبل لياو. اما بطلتنا فبتعتقد ان جوزها ممكن يكون عايز يخلي جوازهم سر في الوقت الحالي وانها تستنى لحد ما يعلن جوازهم في وسائل الاعلام. وبنشوف بعدها الحربايه بتتنمر على جوز اختها وبتسال بطلتنا هو جوزها ده بيشتغل ايه، وكمان بتتنمر على تشين علشان بتشتغل موظفه صغيره وانها ما كملتش تعليمها. ولكن بطلتنا بتعرفها انها متجوزه راجل وسيم جدا وكمان غني ولطيف وانها بتشتغل هنا علشان تستغل وقتها في حاجه مفيده مش اكتر. فالحربايه ياو بتعرف الموظفات ان السيد تينج جاي الفندق النهارده وبتطلب منهم يطلعوا معاه يتاكدوا من نظافه الجناح الخاص بيه. ولما بيطلعوا بتقول للمشرفه ان المكان مش نظيف، والمشرفه الغلسه بتقول ان الجناح ده مسؤوليه تشان. ولكن بطلتنا بتدافع عن نفسها وبتعرفها ان ده اول يوم شغل ليها. فالمشرفه الغبيه بتتهمها بالاهمال في الشغل، والحربايه بتقول لها ان ده مكان عمل وما تفكرش انهم علشان اخوات انها مش هتحاسبها على غلطتها دي. فبطلتنا بتقول لها انها عمرها ما حست انهم اخوات اصلا. والحربايه بتحاول تذل اختها وبتطلب منها تنظف قاعده الحمام، وبطلتنا بتنظف القعده فعلا ولكن بتبهدل لبس الحربايه بميه مش نظيفه. وبطلتنا بتتعصب على الحربايه وبتقول لها انها بتعمل شغلها وبتنظف الحمام انما هم اللي واقفين في طريقها وبيعطلوها عن الشغل. ولما الكل بيمشي من المكان بطلتنا بتعمل لعبه بالورق زي اللي عملتها لبطلنا ايام المدرسه الثانوي وبتسيبها له وبتنزل. وساعتها بتعرف ان الرئيس التنفيذي وصل الفندق وبتروح الحربايه تعرض على بطلنا انها توصله للجناح بتاعه. فبطلنا بيرفض والمساعد بيطلب منها بصفتها السكرتيره تروح تجهز الملفات علشان الرئيس عنده اجتماع بعد شويه. فالسكرتيره الحربايه بتساله امال مين اللي هيطلع الرئيس للجناح بتاعه. فبطلنا بيشاور على حبيبته تشين وبيقول لها اللي واقفه هناك دي. وساعتها المشرفه بتتجنن من الغيظ وبتقول ان ده اول يوم شغل ليها ولحقت تلفت انتباه الرئيس التنفيذي وبتفتكر ان تشين بتغوي الرئيس من قبل كده. اما تشين فبتطلب من الرئيس يتفضل علشان توصله للجناح بتاعه. ولما بيوصلوا للجناح بتفتح له الباب، ولما بتيجي تمشي تينج بيسحبها لجوه الجناح وبيسالها هي ليه بتعامله رسمي كده، مش هم متجوزين امبارح ولا ايه. فتشين بتفكروا ان جوازهم تمثيليه مش جواز بجد. وبيكون تينج عارف ان معدتها تعبانه من تقريرها الطبي فبيعرفها انه جهز لها الفطار على مكتبها تحت. وبعدها بيدخل وبيشوف اللعبه الورق وبيفتكر ايام المدرسه الثانوي وبيفرح جدا. اما بطلتنا فبتنزل تفطر وبيعجبها الفطار، ولكن الحربايه بتروح تغلس عليها كالعاده وبتفكرها انها متجوزه وبتحذرها تبعد عن خطيبها تينج. فبطلتنا بكل ثقه وثبات بتسالها اذا كانت واثقه فعلا انه خطيبها. فالحربايه بترد عليها وبتقول لها ايوه طبعا. ووقتها تشين بتتعلم الحربقه وبتعزمها على الفطار اللي جوزها بعته ليها. اما بطلنا فبيتصل على تشين وبيعرفها انه في قاعه الاجتماعات وبيطلب منها تطلع الجناح تاخد الهديه بتاعتها. ولما بطلتنا بتطلع وبتشوف الهديه بتنبهر من جمال الخاتم وبتلبسه. ووقتها بتوصل الحربايه ومعاها الموظفين وبتتهمها انها سرقت الخاتم الالماس، ولكن تشين بتعرفها ان السيد تينج هو اللي قالها تاخده. والحربايه بتعرف انه خاتم الماس غالي جدا ومش معقول طبعا هيكون ليها. فالمشرفه بتقول لها ان الرئيس اكيد جايب الخاتم ده لياو علشان هي خطيبته. وفعلا الحربايه بتاخده من بطلتنا ولما بتيجي تلبسه بيكون مقاسه مش مناسب ليها. فالحربايه بتتكسف وبتطلب من المشرفه تفتش تشين لا تكون سرقت حاجه تانية. وبنشوف بعدها تينج بيخلص الاجتماع بسرعه وبيطلع على الجناح علشان يقابل حبيبته. ولما بيوصل بيلاقي الحربايه هي اللي موجوده وبيستغرب ليه مراته مش موجوده هنا، ولكن بيسمع صوتها في اوضه النوم فبيدخل وبيلاقيها موقعاهم كلهم ونازله فيهم ضرب علشان طبعا اتنمروا عليها. ولسه بطلنا هيقول لهم انها مراته ولكن بتلحقه وبتعرفهم ان الرئيس طلب منها تقيس الخاتم بس، وهي عملت كده علشان فاكره انهم هينفصلوا قريب ومفيش داعي للشوشره. بس المشرفه بتقول انها تفصل تشين علشان اتجرأت على السكرتيره ياو، ولكن بطلنا بيعاقبهم وبينزلهم لوظيفه اقل. ولما بيمشوا بيلبس الخاتم لحبيبته ولكنها بتخاف تلبسه علشان الناس هتعرف انها مراته، وده طبعا هيسبب للرئيس احراج كبير
كتير علشان هو غني جدا، انما هي مجرد موظفه. بس بطلنا بيقرب منها علشان تحس انه بيحبها فعلا، ولكن تشين بتمشي بسرعه وبتفكر هو ممكن يكون معجب بيها. ولما بتقابل الحربايه بتأمرها تنظف الحمامات علشان تنتقم منها، وبعدها الحربايه بتطلب منها تطلع ازازه ميه لعميل مهم، والعميل ده معروف ان اخلاقه مش تمام. ولما العميل الزباله ده بيحاول يمد ايده على تشين، بطلتنا بتضربه وبتعلمه الادب، وبيخرج من اوضته وهو بيزحف على الارض. المهم ان الزباله ده بيشتكي بطلتنا وبيقول انها اغوته وضربته، فالحربايه بتطلب منها تعتذر له، ولكن الزباله بيرفض انها تعتذر له وكمان بيحاول انه يضربها. فبطلنا بيمسك ايده وبيقول له اذا كانت الموظفه غلطت فيه يبقى لازم يتصل بالشرطه علشان ياخد حقه، ولكن العميل بيرفض طبعا علشان سمعته. وساعتها الحربايه بتقول ان الاوضه ما فيش فيها كاميرات، واكيد تشين مش هيكون معاها اي دليل على كلامها، ولكن بطلتنا بتفاجئها انها سجلت الحوار كله. وبطلنا بيطلب منهم يسلموا العميل للشرطه، وبعدها المساعد بيعرف تينج ان مراته بتقابل السيد لي. ولما بطلنا بيوصل عندهم بيعرف ان بطلتنا بتوعده وهي لسه مراته، فبيتضايق جدا وبيفضلوا الاثنين يغلسوا على بعض. وفي الاخر تينج بيسحبها من ايديها وبيخرج، وبتحصل بينهم شويه تجاوزات، وبعدها بيرجعوا البيت. وتاني يوم بتوصل النجمه العالميه شياو للفندق، وبتحاول الحربايه توقع بطلتنا في مشكله جديده علشان تلاقي اي حاجه وتفصلها من الشغل، ولكن ربنا بيكسفها والنجمه بتطلع صديقه تشين المقربه وبتحضنها وكمان بتطلع معاها للاوضه بتاعتها. وبطلنا بيقرر يرحب بالنجمه صديقه مراته علشان يكسبها في صفه، ولكن بيسمعها وهي بتقول عليه انه مش مسيطر على مراته. وساعتها بتخرج بطلتنا وبتتفاجئ بيه على الباب، وبطلنا بيعرض عليها تعرفه على صديقتها شياو، فبطلتنا بتقول له انها نايمه. وفي اللحظه دي بتخرج شياو من اوضتها وبتكون تعبانه جدا وبتطلب من تشين تساعدها، وبعد كده بتفقد الوعي. وفي الوقت ده بتوصل الحربايه ياو وبتعرفهم ان النجمه عندها اعراض حساسيه من حاجات كتيره، زي مثلا انواع الميه كلها ما عدا نوع معين بس هو اللي بتشربه، وكمان عندها حساسيه من الزهور. وبتحمل بطلتنا مسؤوليه اللي حصل للنجمه العالميه، وكمان السكرتيره بتاعت النجمه بتقول لهم لو حصل اي مكروه للنجمه شياو مش هتتهاون مع الفندق. فبطلتنا بتتعصب عليهم وبتقول لهم اهم حاجه دلوقتي انها تنقذ شياو، وبعد كده يبقوا يشوفوا مين المسؤول ويحاسبوه. فالحربايه بتعرفها ان خبيره اداره الازمات الاولى في العالم زوسيا هي بس اللي تقدر تتعامل مع الحاله دي، يبقى ازاي واحده زيها هتعرف تنقذ شياو؟ وقتها بيتدخل الرئيس التنفيذي تينج وبيقول لهم انه هيدي بطلتنا الفرصه علشان تنقذ الضيف الاول. وقتها المساعد بيبلغ بطلنا ان في حد نزل الفيديو بتاع تعب النجمه على الانترنت، وان الدنيا مقلوبه على الفندق والمجموعه كلها. وطبعا الحربايه بتقترح انهم يفصلوا تشين ويصدروا بيان صحفي لحمايه سمعه الفندق والمجموعه. وموظفه الفندق بتهيص في الهيصه وبتقول انها شافت بطلتنا بتحط حبوب لقاح على الفوطه اللي هتستخدمها النجمه شياو. فبطلتنا بتقول لهم ان قبل ما النجمه تطلع اوضتها هي اتاكدت ان مفيش في الاوضه اي ريحه ورد ولا زهور ولا حتى حبوب لقاح، وبتطلب من الرئيس تينج يبعت الفوطه للفحص، وبعدها بتدي النجمه حقنه للحساسيه والحربايه بتحاول تمنعها، ولكن بطلنا بيبعد ياو بغباوه. واخيرا النجمه بتفوق وبتحاول الحربايه توقعها مع بطلتنا وبتعرفها انها السبب في تعبها، ولكن تقرير فحص الفوطه بيوصل وبيعرفوا ان الحربايه هي اللي حطت حبوب اللقاح عليها. وكمان تينج بيعرف ان الحربايه هي اللي نزلت الفيديو على الانترنت، وعلشان كده بيقرر انه يفصلها من الفندق. اما النجمه فبتنزل شكر لصديقتها اللي انقذتها على الانترنت، وده طبعا بيحسن وضع المجموعه والفندق. وفي النهايه شياو بتقدم للعرسان هديه جوازهم. وتاني يوم بتيجي ام بطلتنا والغبيه بتتهم تشين انها السبب في طرد اختها من الفندق، ولما بطلتنا بتعرفها ان بنتها كانت هتتسبب في موت عميله مهمه من عملاء الفندق بتكذبها. ومش بس كده، لا ده الغبيه بتتهمها انها بتحاول تغوي خطيب اختها الرئيس تينج. وقتها بيوصل بطلنا ولسه هيتدخل علشان يساعد حبيبته، بس بيتفاجئ ان بطلتنا بتصورهم وبتهددهم انها تفضحهم على الانترنت، وهم فعلا بيخافوا منها وبيمشوا. وتشين بتحذر الموظفه اللي كانت بتسخن امها عليها ما تعملش كده تاني، ولما تشوف مشكله تحاول تحلها مش تولعها. فالبكحه بتقول لها انها تعمل اللي يعجبها ومش هتقدر تطردها، ولكن بطلنا بيظهر في الوقت المناسب وبيطردها وبيرقي بطلتنا مكانها. وبكده بتكون بطلتنا مسؤول عن التعاقدات وكمان اقامه الحفلات. ووقتها بيفتكر تينج ان السيد لي هو اللي هيوقع العقد مع مراته، فبيروح على هناك بسرعه وبيلاقيها خلصت العقد والراجل بيشكرها وبيمشي. وتاني يوم وفي الحفله بتكون الحربايه موجوده وبتكون جايه مخصوص علشان تغلس على اختها وتعمل لها مشكله، ولكن دمها بيتحرق لما بطلنا والسيد لي هما الاثنين بيطلبوا من بطلتنا ترقص معاهم، ولكن بطلتنا بتعتذر علشان هي مسؤوله عن الحفله وده شغلها. ولما الحربايه بتعرض على تينج انها ترقص معاه بيحرق دمها وبيقول لها ان عنده شغل ومش فاضي وبيمشي وبيسيبها. اما الحربايه فبتكلم مجموعه بلطجيه يعطلوا النجمه شياو عن حضور الحفله، وبعدها بتروح لبطلتنا وبتقول لها بالرغم من انها لسه جديده في الشغل ولكن عرفت تدير الحفله كويس، وبتسالها عن الفقره اللي هتقدمها شياو وليه اتاخرت قوي كده. ووقتها بتتصل شياو على بطلتنا وبتعرفها ان في عربيه خبطتها وانها متعطله بسبب زحمه المرور، وبتقول لها ان العربيه اللي خبطتها نزل منها 3 بلطجيه شايلين اسلحه. فبطلتنا بتشد الحربايه وبتفهمها انها عارفه ان اللي بيحصل ده من تخطيطها. وقتها الحربايه بتعرض عليها ترجعها الشغل وهي هتخلص الموضوع ده، بس السيد لي بيشكرها وبيعرفها انه هيتصرف في الموضوع ده ويخلصه. ووقتها البلطجيه بيبهدلوا سكرتيره النجمه شياو وبيوقعوها على الارض. اما الحربايه فبتسخن الضيوف علشان يرحبوا بالنجمه، وطبعا هي بتقصد تعمل مشكله لبطلتنا، وده لان النجمه ما جاتش الفندق اصلا، ولكنها بتتفاجئ بواحده بتعمل العرض من ورا الستاره. فبتقرر الحربايه تفضحها وتفضح تشان، وده لانها واثقه ان شياو مش هتيجي الحفله، ولكن دمها بيتحرق لما النجمه بتخرج قدامها وبتكون الحربايه متوتره. وبطلتنا بتعرفها ازاي بعتت واحده تقعد في العربيه مكان النجمه علشان تشغل البلطجيه بتوعها. ووقتها بطلنا بيرد على الحربايه وبيقرر انها ما تدخلش الفندق ده تاني ابدا. وبعد الحفله بيعرض لي على بطلتنا تتعشى معاه علشان عايز يكلمها في موضوع مهم جدا، وبطلنا بيبص له فبطلتنا بتعتذر له علشان عندها شغل. اما شياو صاحبتها فبتحسدها على الاثنين اللي اوسم من بعض دول وبتقول لها تختار واحد منهم وبتسيبها وبتمشي. اما لي فبيشكر تشين على نجاح الحفله وبيعرفها ان مقاطع رقص النجمه شياو بقت ترند على الانترنت. اما بطلنا فبيقول له ما كفايه رغي على الفاضي علشان ده وقت الشغل دلوقتي، وبياخد حبيبته وبيمشي وبيعرض عليها تطلع معاه يتفرجوا على الشهب وهي بتوافق. وبتجري تجيب صديقتها شياو اللي بتتفاجئ لما بتشوف تينج موجود وبتحس انها تبقى عزول بينهم، فبتحاول تخلع من صاحبتها، ولكن بطلتنا الغبيه بتصمم على انها تتفرج معاها على النجوم. ولما بتعرف ان المكان ده لشخصين اتنين بس بتطلب من جوزها انه يخرج، فبطلنا بيضطر يخرج وبيتمنى لهم السعاده، بس بصراحه الراجل ده بيصعب عليها بجد. اما شياو فبتهزق صاحبتها علشان جوزها كان عايز يقضي معاها موعد غرامي لوحدهم وهي اللي كسفته، وبتقول لها ان تينج
تينج اكيد بيحبها، ما هو مش معقول اتجوزها علشان صورتهم اللي نزلت على الانترنت، وده لانه راجل غني جدا وكان هيعرف يرد على الاعلاميين واكيد هو معجب بيها. والغبيه بطلتنا بتعتقد ان تينج اتجوزها علشان اكتشف هويتها وعرف انها الخبيره العالميه في اداره الازمات زوسيا، فصاحبتها بتزهق من غباوتها وبتسيبها تتفرج على النجوم لوحدها وبتطلع تنام. ولما بطلتنا بتنزل بتلاقي تينج مستنيها، فبتساله هو مستنيها ليه، وبتقول لنفسها يا ترى هيعترف لها دلوقتي ولا ايه حكايته بالظبط. ووقتها بطلنا بيشوف الشهب في السماء وبيقول لها تتمنى امنيه بسرعه، وبعد كده بيسالها ايه الامنيه اللي تمنتها، فبترد عليه وبتقول له ان ده سر بينها وبين نفسها وهو بيشيلها علشان ما تتعبش. وبنعرف ان بطلتنا اتمنت ان تينج يقع في حبها، ما هي غلبانه ما تعرفش انه غرقان اساسا في حبها. المهم انها تاني يوم بتروح تشتري لجوزها قميص بدل اللي بهدلته وهو شايلها، فبتشوف الحربايه وامها بيختاروا فستان الزفاف، وبتفتكر بطلتنا ان جوزها هيعمل زفافهم بعد شهر وان الشهر خلاص قرب ينتهي، فبتدخل تتفرج على الفساتين. وطبعا الحرابيق الاثنين مش بيسيبوها في حالها، وياو بتقول لها ان حفله زفافها على السيد تينج بعد بكره وبتطلب منها تساعدها في اختيار الفستان. فبطلتنا بتسالها هي لسه فاكره ان الرئيس تينج هيتجوزها، والحربايه بكل ثقه بتقول لها امال هيتجوز مين يعني، تفتكري هيتجوزك انت مثلا؟ والحربايه بتفكر بطلتنا انها متجوزه وبتحذرها تبعد عن خطيبها، وبتعرف تشين ان جوزها راح فعلا يجهز مكان الزفاف وده معناه انه هيعلن جوازهم. ولما الام وبنتها الحربايه بيتنمروا على تشين، بطلتنا العقله الراسيه بتسال اختها الحربايه لما خطيبها بيحبها قوي كده ما جاش معاها ليه يختاروا فستان الزفاف، فبترد عليها امها الحيزبونه ان العريس مشغول جدا. وبعد كده بترجع تشين للبيت وبطلنا بيوريها شكل البيت بعد ما ظبطه علشان ليله الزفاف. ولما تينج بيقرب منها بتديله القميص اللي اشترته وبتطلب منه يقيسه، وهو بيسالها تحب تخرج لحفله الزفاف منين، فبطلتنا بتفتكر ابوها لما كان بيتمنى يوصلها للعريس، فبتطلب من حبيبها انها تخرج من بيت عيلتها. وفي يوم الفرح الحربايه بتكون لابسه فستان زفاف وفرحانه خالص هي واهلها. ولما بتشوف بطلتنا بتعرفها ان امها هتدي لها عقد البيت هديه جوازها، وبنعرف ان ابو بطلتنا هو اللي اشترى البيت ده ووعد بنته انه هيكون هديه جوازها. ولما بطلتنا بتقول لهم ان البيت ده بتاع ابوها، فامها الغبيه بتقول لها ان ابوها مات وهي ورثت كل حاجه عنه وهتدي البيت للي يعجبها. والام الغبيه بتتعامل مع ياو وكانها بنتها الوحيده وكأن تشين دي مش بنتها خالص. المهم انهم هما الاثنين بيتنمروا على بطلتنا وعلى جوزها الفقير وبيسالوها هو ليه ما جاش معاها، فبتقول لهم يصبروا لحد ما يجي وهتعرفهم عليه اكيد. وقتها بيوصل بطلنا القمر والحربايه بتجري تقابله، فبطلنا بيسيبها وبيروح على حبيبته تشين وبيطلبها للجواز، وكمان بيكون صمم لها فستان الزفاف بايده. وساعتها بتضطر امها الغبيه تدي لها عقد البيت هديه جوازها. وبعد الفرح بيحاول بطلنا يعرف حبيبته ان جوازهم مش تمثيل وانه عايز يخليه جواز حقيقي، ولكنها بتقول له انه جواز صوري وبتسيبه وبتخرج. اما السيد لي فبيكون في البار بيشرب عصير ومتضايق قوي علشان النهارده زفاف حبيبته تشين، ولكن بيتفاجئ لما بيشوفها مع صاحبتها بيشربوا عصير في نفس المكان. ولما بيروح لهم بيسمعها وهي بتقول ان جوازها من تينج مجرد جواز سوري، وكمان بتقول لها انهم مش بيحبوا بعض اصلا. ووقتها بيتصل بطلنا على مراته وصاحبتها بتفتح المكالمه وبيسمع ليه وهو بيطلب من بطلتنا انها تسمح له يقرب منها علشان هو معجب بيها. فبطلنا بيتعفرت وبيقول له ده انت سنتك مش فايته، انت عايز تسرق مراتي. اما بطلتنا اللي سكرانه دي بتعرف ليه انها مش بتحبه وانها عرفته الحكايه دي اكتر من مره، وبتعرفه انهم مش ممكن يكونوا اصدقاء. فبيمسك ايديها وبيسالها اذا كانت بتحب تينج ولا لا، وساعتها بيوصل بطلنا وبيشيل مراته وبيمشي. ولما بيرجعوا البيت بيحصل بينهم تجاوزات كتيره والجواز السوري اخيرا بيتحول لجواز حقيقي. ولكن لما بطلتنا بتصحى بتعمل انها ناسيه كل حاجه وبتتحجج انها اتاخرت على الشغل وبتمشي بسرعه. وفي الفندق بتيجي الحربايه علشان تعرف تشين انها اتخطبت لرجل الاعمال الغني فو، فبطلتنا بتسالها هو رجع من الخارج، فالحربايه بتقلق انها تعرفه وبتحذرها تقرب منه. ووقتها بتعرف بطلتنا ان المساعد شو دعا السيده يي مدربه زوسيا علشان تدرب الموظفات على اداره الازمات، والموظفه بتطلب من تشين انها تحضر في قاعه المؤتمرات الساعه 10 الصبح وبتحذرها من ان السيده يي شديده قوي في التعامل فبلاش تتاخر. وبعدها الحربايه بتروح تقابل السيده يي وبتعرفها ان تشين الموظفه في الفندق بتقول انها زي زوسيا واحسن كمان، فبتبتسم يي وبتقول موظفه عاديه وبتتجرأ وبتقارن نفسها باستاذتها. ولما يي بتدخل الاجتماع بتسال عن بطلتنا اول ما بتوصل، فبتقول لها موظفه من الفندق انها جايز تكون مشغوله بالعمل، فبتتعصب يي وبتعرفهم انها بتكره الاشخاص اللي مش بيقدروا الوقت وبتهدد بطرد تشين من الفندق وبتبعت لها حد علشان ينادلها. وبنعرف ان الحربايه قصدها تعطل بطلتنا عن ميعاد التدريب، ولكنها بتوصل لما بتكون يي اخذت الموظفات وخرجت تفتش على اوضه ضيوف. فبطلتنا بتجهز الاوضه بتاعتها بترتيب معين، والسيده يي لما بتشوفها بتحس انها تشبه اوضه المعلمه زوسيا، ولما بتعرف انها اوضه تشين بتشكر فيها جدا ومع ذلك بتعاقبها على التاخير بانها تغسل ملايات الدور كله. وبعدها النجمه شياو بتعمل علم وبتكتب عليه ان تشين ملكه الفندق، واللقب ده بيكون لقب المعلمه زوسيا. ولما الحربايه بتشوفها بعيد عنكم بتولع وبتقول لهم ان السيده يي لو عرفت بموضوع اللقب ده هتطرد تشين من الفندق خالص لان اللقب ده بتاع الخبيره زوسيا وبس. وفعلا بتبعت الموظفه تنده للسيده يي، فبطلتنا بتضحك علشان لما بتوصل المتدربه يي الحربايه هي اللي هتتكسف، بس الحربايه بتعمل ضجه وبطلنا بيعرف وبيوصل قبل ما حد يمد ايده على حبيبته. وساعتها بتوصل يي اللي اول ما بتشوف بطلتنا بتسلم عليها وبتنادلها بالمعلمه، والحربايه وشها بيجيب الوان وهي خبر على كسفتك يا حازم. والحربايه دمها بيتحرق لما بتعرف ان تشين هي نفسها الخبيره زوسيا. وبعدها بطلنا بيعمل لمراته نودلز وبيعرفها انه بيحبها بجد مش مجرد تمثيل. ولما بيتكلموا عن الطلاق بيعرفها ان مفيش منه الكلام ده وانهم هيعيشوا مع بعض زي اي زوجين وهيكون ليها كمان كل حقوق الزوجه. وتاني يوم الحربايه واهلها بيحاولوا يترسموا على بطلتنا ولكنها بتهزقهم وبتعرفهم انهم محدثين نعمه وان الاقامه في الفنادق جديده عليهم. وساعتها بيوصل خطيب الحربايه السيد فو، وبتطلع بطلتنا عارفه انه نصاب وان هي اللي كشفته زمان لما كان بينصب في فنادق خارج الصين، بس هو شكله كده مش فاكرها. وبيوري الحربايه صور من اليشم وبيعرفها انه ب 200 مليون دولار وان ده يبقى مهرها. والحربايه بتكون فرحانه هي واهلها على الاخر. اما بطلتنا فمستنيه الفقره المضحكه واللي هي فقره النصب، وفعلا النصاب بيدي شريكه الفيزا واللي بتطلع ما فيهاش فلوس وبيمثل عليهم ان المساعد حول الفلوس ولكن الفلوس هتوصل بكره. وعلشان الحربايه واهلها طماعين فبيقعوا في الفخ ده وبيدوا له عقد البيت، والنصاب بياخده وبيمشي. وبعدها بيشوفوا في التلفزيون تحذير من التعامل مع فو النصاب العالمي. وبعدها بطلنا تينج بياخد حبيبته وبيعرفها انهم اصحاب من ايام الثانوي وبيقول لها انها كانت النور اللي بينور حياته في احلك الاوقات، ويقصد طبعا وقت موت اهله وانه من يوم ما شاف ضحكتها وهو واقع في حبها من 10 سنين. وبيمسك ايديها
في الوقت ده وبيجري بيها زي ايام المدرسه الثانوي. ولحد هنا بتنتهي احداث قصتنا النهارده. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديده. سلام.